اتأخرتوا ليه يا نور؟ فين؟ فين الكنوز؟ فين الذهب؟ فين الفضة؟ فين التماثيل؟ فين أسرار التحنيط؟ فين أبوك صحيح؟ ابوك قلب فار يا عمر. يا نور. انا هو قدامك يا حبيبي، انت لسه هتسأل؟ طب برقلي كده ليه؟ يلا انا خايف. انا مش مصدق اللي بيحصل. يا جماعة أنا مش فاهم حاجة، والله أنا ما فاهم حاجة، أنا حاسس إن أنا بحلم أصلا أنا مش مستوعب إن أبوك قاعد على الطابلوه عمال يكلمني عادي كده، فهمني يا نور إيه اللي حصل بالظبط؟ أبوك دخل جوه الفار إزاي؟ تقريبا اتلبس او ركبه جن، انا ما اعرفش يا عمر. مين اللي ركبه جن بقى؟ أبوك ولا الفار؟ ما اعرفش، هو بقى كان كده. يوم بهبب لما فكرت انزل المقبره. إيه ده؟ فهمني، إيه اللي حصل لما نزلتوا المقبرة؟ مفيش، احنا سيبناك ونزلنا المقبره. حته مقبره يا عمر. اقسم بالله مش طبيعيه الجمال. تحفة. اكنها معموله امبارح. متشطبة حلو؟ متشطبه، الصنايع اللي عاملها يالا استاذ. ما شاء الله. لا والنقوش ايه، وكل حاجه معموله بالملي بالسنتي، والالوانات مش الالوانات بهرتني يا عمر. يا ريتني نزلت معاكم، بس لا أحسن الحمد لله إن أنا ما نزلتش معاكم. طب بعد ما نزلتوا المقبرة حصل إيه بقى؟ مفيش. ابوك لقى بتاع فخار كده، يا لهوي ما اعرفش عملوها ازاي. فخار هو عادي، بس النقوش رفيعه جدا جدا. ايه الاداه اللي استخدموها؟ ولا في كمبيوتر بقى ولا في نيله. هاند ميد طبعا. هاند ميد، ما هو كان في يعني حاجه ايامها. طب ما جبتهاش ليه الفخاره دي؟ اجيبها ايه؟ اما ابوك مسكها، واول ما مسكها بيشيل الغطا بتاعها كده، قام خرجت منها اشعه، قام بقى فار. طب ما جبتش ليه يا ابني صوره الاشعه ديت نوديها للدكتور يفهمنا نتعامل ازاي مع ابوك؟ اشعه رنين مغناطيسي، ده عامل فراعنه يا عمر، هو طلع شعاع منها. يا شعاع خرج من الفخاره؟ يا اخويا جزعت قوي من الشعاع وما جزعتش من شكل ابوك. يا ريتك انت اللي مسكتها، كنت رميتك في اي بلاعه وخلصت منك. يعني دي جزاتنا يا بابا؟ يعني كنت ارميك في الشارع؟ طب انا مش فاهم هنتصرف ازاي في المصيبه دي، يعني خلاص ابوك بقى فار ولبسناه كده اهوت، ولا هي مساله وقت؟ يعني يومين ثلاثه في البيت كده اهوت يريح على السرير وهيرجع بني ادم تاني؟ لا انا مش هقدر استحمل الوضع ده، انا هنتحر. استغفر الله العظيم يا رب، انت عايز تنتحر يا بابا؟ ولا هي الفيران ما بتتحاسبش؟ ولا انا بقيتش فاهم حاجه؟ بس يا نور هتلحد يا نور. اقتلوني وريحوني، ولا اقول لكم حطوني في ميه مغليه. ميه مغليه ايه بقى؟ هو انت قميص مبقع هنحطك في ميه مغليه هتنضف؟ ايه ده يا عمر؟ استغفر الله العظيم. يا بابا انت ابونا، يعني استحاله نعمل حاجه تاذيك، انت هتفضل عايش معانا معزز مكرم، بس ما تقرقطش في حاجه لو سمحت. حاضر. عمر في كمين. هي ليله طين. سيبوني انا اتكلم في الكمين. قلت له انت مين يالا؟ رجالة هتلر بيه. رجاله هتلر بيه؟ هو مفيش غير هتلر بيه في البلد ده؟ خدوه على البوكس. يا دي اليوم اللي مش فايت، هو مفيش غير ده اللي يوقفوه في الكمين؟ انت تعرفه ولا ايه؟ اه طبعا اعرفه. مين ده؟ ده عصفور الصعيد. وده عصفور السعيد؟ ده خطر جدا. فين يوسف الشريف صاحب العربيه دي؟ يوسف الشريف يبقى ابونا هو. يا نهار اسود، ده جري. على الدائري يا باشا والله العظيم جري عادي. في المعادي. ايه ده؟ ده حاطط زبده الكاكاو ولا ايه؟ مش عارف يا فندم والله احنا بنتكلم جد، انزل يا نور شوف ابوك لا يكون تحت العربيه. باشا. بعد اذن حضرتك، معاك كلب او حاجه عشان ممكن ياكله؟ ياكلوا مين يالا؟ بابا. بابا مين؟ انتوا هتستهبلوا يالا انت وهو ولا ايه؟ يا فندم ولا بنستقبل ولا حاجه، بس ارجوك خلي بالك لا تدوس عليه. ادوس على مين يا ابني؟ على بابا. بابا مين؟ الفار. هو انا هقضي اليوم بقى كده رجاله هتلر بيه وبابا فار. انزل يالا انت وهو يا انزل يالا. انزل بس يا باشا. انزل يا نور، ده خطر جدا. ايه ده؟ هو حضرتك لسه ملازم؟ يا باشا دفعتك دلوقتي بقى لقاءات ومخرجين. بس ما تقولوش الكلام ده لا يمنتجك. هو ده؟ هو ده. ده انتوا لزاز بقى. يا فندم مفيش لذاذه ولا حاجه، احنا اسفين يا فندم. خدهم لي على البوكس. استنى ممكن ترش لي قلمين هنا اهو؟ حضرتك انا ما خدتش، ممكن تديني قبل ما الازازه تخلص؟ ماشي تعال. ربنا خدوهم يخليك. على البوكس. ليه يا فندم؟ ليه كده بس يا باشا؟ مش عملت كش 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 ليه هتاخدني على البوكس؟ يا باشا ليه؟ بالراحه يا عم. يا عم في ايه؟ مرحبا بالزمل. ايه جايين في ايه؟ احنا جايين في العربيه دي. وجايين في ايه بقى ان شاء الله؟ مخدرات ولا دعارة ولا قتل ولا شكلكم كده ايه؟ ما قلنا جايين في العربيه دي. طب ما تعرفناش ببعضينا. نور الشريف. مين؟ نور الشريف. اهلا وسهلا. عمر الشريف. ايه ده؟ انتوا الاثنين شريف عيله شريفه يعني. ما تعرفناش بحضرتك. انا فار بتاع هزار، انا من الخمسه الكبار، لو شفت اي قطه بلاقي دم فار. انا عادل الفار. ايه؟
في ايه ايه؟ زي ما انت كده، دي علامه من عند ربنا. ده اكيد ده هيساعدنا، هيعرف. أكيد، طبعاً. إن شاء الله. استاذ عادل، يعني حضرتك ابوك فار؟ ايوه ده من فارق بقى ابويا فار. ايوه حضرتك كنتوا بتتعاملوا معاه ازاي؟ يعني كنتوا قاعدين في البيت عادي؟ امال يعني هيقعد عند الجيران؟ طب استاذ عادل كنتوا بتاكلوه ايه؟ بناكله؟ لا احنا عيله فقيسه بقى، احنا كنا بناكله جميع انواع المأكولات، بط، حمام، وز، فراخ، وساعات كانت تطلب معاه كوارع. هو انتوا كنتوا مشرسينه؟ يلا انتوا اتخضيتوا ليه كده؟ معلش اصل ابونا لسه فار جديد. غيرتوا اسمه ولا ايه؟ لا غيرنا جسمه. جسمه؟ ايه الناس المجانين؟ المهم يا استاذ عادل، ساعة النوم بقى يعني الوالد كان بينام فين؟ هل كنتوا بتنيموه في قفص ولا كنتوا جايبين علبة جزمة قديمة بتنيموه فيها؟ حسن الفاظك، احنا عيله فقيسه بقول لك، كان يحب ينام على السرير ويسمع بقى مزيكا بقى رومانسي. ايوه يعني كنتوا بتدلعوه ازاي يعني؟ وهم كلمتين، هوبا تيتو مامو، هوبا ايه؟ هوبا تيتو مامو، قولوا معايا اهو. نقول للفار هوبا تيتو مام؟ ايوه يا عم. ماشي هو ما هي ده الدلع بتاع الفار. يلا هوبا تيتو مامو، دخل بطنك جوه، طلع بطنك بره. تعالى بعد اذن حضرتك، هيدخل بطنه ايه ويطلعها ايه؟ ده بطنه قد كده. بالظبط، اكيد قصد حضرتك دخل ديلك جوه طلع ديلك بره. ديلك ايه؟ دخل ديلك جوه طلع ديلك بره، اسرع شويه شويه، نط سبع نطات. يلا. طيب انا عايز عايز مخلل؟ فندم مخلل خلي ايه؟ يعني عشان يفتح نفسك مع هذا الكم الهائل من السندوتشات. سندوتشات ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت يعني اكيد حضرتك. لا ما اصلش. اصل يمكن يعني حضرتك. لا ما يمكنش، اسكت. اصل انا حسيت ان انت ما عايز. تحسش برضو، اسكت. حاضر حط ايدك جنبك. حاضر اسكت. حاضر يا فندم. احنا ما عملناش حاجه يا سعاده المسؤول. ثانية واحدة، بتعيط ليه؟ انت بتعيط ليه؟ احنا مسلمين جدا وما عملناش اي حاجه. بتعيط ليه؟ ما تعيطش. في ايه؟ بتنهار بسرعه ليه كده؟ شخصيته قويه جدا. مالكش دعوة بشخصيتي، بتعيط ليه؟ شخصيتك قوية تعيط انت؟ اسكت. يعني انا محامي على فكره يا فندم، وعلى فكره اللي بيحصل معانا ده غير قانوني بالمره. انا محامي يا فندم وعاوز اعرف دلوقتي، يعني عاوز اعرف ايه التهمه الموجهه لينا يا فندم. في المحضر إثارة شغف في الكمين، اشتباه. كنتوا شاربين حاجة؟ سيدي وكيل النيابه، ان هذا المحضر الماثل بين عدلاتكم انما هو محضر كيدي. اما بقى بالنسبه للنقطه بتاعت احنا شاربين حاجه، فطبعا كنا شاربين حاجه. انت كنت شارب ايه؟ شاي. وانا شاي بلبن. هل مثبت عند حضرتك في المحضر ايه هي الحاجه اللي احنا كنا شاربينها؟ لا. ثغره موجوده في المحضر وانا ممكن استغلها، بس انا مش هستغلها يا فندم، انا مسامح. كتر خيرك يا عمر. أنا مش عايز عياط على فكرة. طب ممكن احكي لسعادتك ايه اللي حصل؟ اتفضل ومن غير عياط. حضرتك احنا كنا ماشيين انا وعمر وبابا معانا وماشيين في الشارع، قابلنا كمين، فالظابط جه عشان يفتشنا، بابا جري. طب ابوك مسجل بقى ولا كان شايل حاجة ممنوعة في جيبه؟ مش كده خالص بابا، بس احنا كنا خايفين الظابط يدوس عليه. أنا آسف معلش، أنت قصدك قزم. لا يا فندم، قزم ايه؟ هو اصغر من كده. أصغر من قزم؟ إيه؟ قزاي؟ ايه كوزايزم دي يعني؟ انا مش فاهم. قزم اللي هي تصغير قزم، زي شجره شجيره. لا ما احنا مش في حصة لغة عربية. انا اسف. كمل. قول له يا نور. بابا فر. أيوه فر، ما هو مكتوب إنه هرب. هو مش فار، هو فقر. فقر يعني ابن نكتة وبيهزر وبتاع حظ وبتاع وسهرات. إيه فين الجديد؟ خالص، ده دمه يلطش. مش أمال كاري ليه؟ ما هو عشان بتعيط. ما تزعلي ما ليه؟ تعيطش ما تعيطش ما تعيطش ما تزعليش طبعا. ما تعيطش، ازعق وانت ما تعيطش. انت مالك نفسك تمام؟ جري ليه؟ عشان ايه ده؟ فرق ايه؟ ايه دي؟ بقى كده. انا بعمل كده ليه يا عمر؟ انا اتعلمت من ابوك ولا ايه؟ مسكته. بقى ايه؟ فار يا فندم، فار. انتوا شكلكم هوبا. تسمح لي يا فندم انا اللي احكي لك. اتفضل. الموضوع يا فندم باختصار شديد ان انا ونور وبابا كنا طالعين رحله نزور الاهرامات علشان نشجع سياحه بلدنا. الفار. فار ايه يا فندم؟ ايه اللي بتقوله حضرتك ده؟ بابانا انسان عادي جدا. كويس قوي انت شكلك كده عاقل وهنعرف نتفاهم. اسكت انت. حاضر يا ما فندم. تعيطش. كمل. كنت انا ونور وبابا قاعدين بنتفرج على الاهرامات وبنقول سبحان الله ايه المبنى الهايل دوت، ايه ده ازاي العظمه ديت، ده اتبنى في كام سنه دوت. بنبص يا فندم على بابانا
لقينا لعنه الفراعنه صابته وتحول لفار. بس يا فندم، موضوع بسيط بيحصل كل يوم. لعنة الفراعنة صابته فتحول لفار، وموضوع بسيط وبيحصل كل يوم. الاسطوره بتقول الأسطورة الفرعونية مفهوم. لا، الاسطوره محمد رمضان نعم. قال ايه؟ قال عصام يا نمر، وعادي والموضوع عدى والمسلسل نزل في رمضان وكسر الدنيا ومحدش حصل له اي حاجه. ليه حضرتك زعلان مننا يعني؟ أمرنا نحن حمدي الوزير وكيل نيابة الويلي بتحويل كل من نور الشريف وعمر الشريف إلى مستشفى الأمراض العقلية. ايه؟ عشان تقابلوا جوز خالتكم الديناصور هناك بقى مع الفار وكده، هتتبسطوا خالص هناك.